اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في قصة عاشوراء بدون ملونات اصطناعية، بملونات غذائية. الطريقة سهلة جدا، كيجيو لذاذين وهشاش وكيعطيو تبارك الله كمية اللي كثير كما كتشوفوا معايا. تبارك الله كيجيو رائعين. نبداو بسم الله على بركة الله. عندي كيلو ديال الطحين، ديال الفورص خاص بحلويات. عندي معلقة كبيرة ديال الزعتر، معلقة صغيرة ديال الملح، نص معلقة ديال الابزار، نص معلقة ديال الخميرة الفورية، نص معلقة صغيرة. وكنضيف معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، ملعقة صغيرة من الثوم المجفف، ملعقة صغيرة من البصل المجفف. كنضيف ملعقة صغيرة ديال خميرة البيكين باودر، شوية ديال الهريسة، معلقة كبيرة ديال المطارد أو الخردل. غادي نخلط بسم الله هاد النواشف. غنبدا ندير السوائل. عندي كاس الا ربع ديال الزيت النباتي مع زيت الزيتون، تقريبا 140 مليلي، 125 مليلي ديال الزبده. استعملت غير المارغرين ذوبتها. غندير 4 قطع ديال الجبن اولا الفرماج. غادي نبسبس هاد المكونات مزيان مزيان، ضروري من المرحله هذه هي اللي كتخلينا في الاخر في القصه ديالنا كيجيو هشاشين وزوينين، كيجيو فتيين. فكنرملوهم مزيان هاد المسائل مع بعضياتهم حتى كيبان لينا الدقيق كامل تلبس بديك الزيت والزبده. وفي هاد الاثناء اللي كنكون كنخدم في الفقيقسات ديالي، دايره الفران كيسخن على 300 درجه من الفوق ومن التحت. صافي بعد ما رملت الطحين ديالي كامل كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو. غنبدا بسم الله نضيف الماء العادي ديال الريبوني. كنضيف بسم الله الكاس الاول العباره بالكاس ديال العنبه، وكنضيف الكاس الثاني. صافي هادو هما السوائل اللي كنحتاجو. وكنبدا بسم الله نجمع في العجين ديالي. كتحاولوا ما تدلكوهاش، كتحاولوا غير كتجمعوها صافي حتى كتلبس لينا كتجمع لينا كامل بداك الماء. صافي ملي تجمعت لي العجين كما كتشوفوا راه ما كندلكهاش، كنحاول غير نجمعها مزيان ما يبقاش لي حتى شي حاجه ديال الدقيق. صافي ملي ساليت غنبدا بسم الله نقسم فيها. انا غادي نعبر الكويرات ديالي، تقدروا ما تعبروهمش. انا غادي نقسم على 4 ديال القطع، غادي ندير 4 ديال النكهات. فبالنسبه للميزان درت فيه 400 غرام في الحبه، 400 حتى ل 415 غرام تقريبا بحال هكاك. المهم هذا غير اختياري، ماشي بالضروري تعبروا. صافي ملي ساليت غادي نخليهم يرتاحوا لمده ديال 10 ديال الدقائق. نعطي لهم واحد البلاستيكه غير بما وجدت النكهات اللي غادي نكه بهم هاد العجين ديالي. صافي ملي ساليت غناخذ بسم الله اول قطعه من العجين، غادي نقسمها بمعلقه كبيره ديال التحميره مع معلقه صغيره ديال السودانيه. غادي نحاول نخلط مزيان مزيان حتى كنسجم ليا الخليط ديالي وكتحصل على لون واحد. صافي ملي تجمعت لي العجين ديالي كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها، كيجي واحد اللون رائع صراحه. غادي نحطها على جنب وغادي ندوز نصاوب معكم المذاق الثاني او النكهه الثانيه. عندي معلقه كبيره ديال توابل السمك ومعلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي او الخرقوم عرق. غادي نخلط مزيان كيف ما درت مع الكره الاولى. صافي ملي تخلطات لي مزيان الكره ديالي كما كتشوفوا، غندير بسم الله دابا النكهه الثالثه. فبالنسبه للنكهه الثالثه انا غادي نضيف واحد 2 معالق ديال المعدنوس مقطعه في الهشوار. غادي نخلط مزيان. بالنسبه ملي ديروا المعدنوس اللي بان لكم تلقى لكم السوائل، ضيفوا معلقه صغيره اولا معلقه كبيره ديال الدقيق. انا ما طلقش لي السوائل. والنكهه الاخيره غادي نضيف عليها تقريبا واحد 3 دراهم ديال الزيتون كحل قطعته مزيان في الهشوار مسوس مع معلقه صغيره ديال الزعتر. كنخلط مزيان. فبالنسبه لهاد النكهه ديال الزيتون ضيفوا معها الدقيق حيت كتطلق السوائل. انا ضفت تقريبا واحد نص كاس ديال الدقيق، المهم على حسب الدقيق اللي عندكم نتوما. المهم حتى تحصلوا على القوام ديال العجين بحال الكرات الاخرين. صافي ملي ساليت غنبدا بسم الله باول كويره. غنصاوب معكم كل نكهه حريبيل. فضروري ما تغطيو البلاستيك باش ما كتنشفش لكم العجين. كنبدا بسم الله نشكل في الحريبلات ديالي. بالنسبه للحرابل كتحاولوا تشكلوهم يكونوا رقاقين، ما يكونوش غلط نهائيا، حيت باغيين غادي يتنفخوا دايرين فيهم البيكين باودر اولا الخميره الكيماويه ودايرين فيهم الخميره الفوريه. فكما كتشوف كنبدا نحربل في الكويرات ديالي
على هذا الشكل هذا. كتحاولوا تاخذوا قطعه ديال العجين واحده هي اللي كتحربلوها، ما تحاولوش تزيدوا عليها قطعه اخرى ملي كتكونوا كتحربلوا. الى نقصت لكم ولا شي حاجه الافضل، حيت ما غاديش تلصق لكم معاها. صافي كنديرها في واحد اللاطه اللي مفرشه فيها ورق الزبده، ولا اللي ما عندكمش تكونوا دهنينه غير بالزيت النباتيه. صافي غادي نشكل معكم الشكل الثاني. ملي نساليهم ان شاء الله غادي ندخلهم الفران اللي عندي سخون مزيان مزيان على 300 درجه كما قلت لكم مسبقا، من الفوق ومن التحت بدون مروحه. غادي نخليهم على نار مرتفعه غير مده ديال 5 ديال الدقائق، ما تفوتوهاش 5 ديال الدقائق. صافي كتخرجوهم غير كيتشمعوا لينا. ملي كيتشمعوا لينا كنديروهم في واحد بصيل بحال هكا اولا بلاطو، كنكونوا مغطين عليهم بواحد الثوب وكنخليهم حتى كيبردوا لينا تماما. المهم هذه الطريقه ديال الطهي راه سهله بزاف. المهم حاولوا ما تخليوهمش غير يطيبوا لكم في الاول، باش ملي كتبغيو تقطعوهم بالسكين كيتقطعوا لكم بكل سهوله، ما كيتهرسوش معاكم اولا ما كيتكسروش. صافي انا كنهضر نتوما كتشوفوا كيفاش الطريقه كيفاش كنحربل، راه سهله بزاف. المهم خديت حربلت معكم كل نكهه بوحدها باش كتشوفوا الطريقه، راه سهله بزاف صراحه. كيجيو رائعين بزاف ولذاذين، كيجيوش حارين بزاف لديك الدرجه وما كيجيوش عاوتاني مسوسين. المهم على حسب الحراره اولا الملوحه على حسب الرغبه ديالكم. انا جاوني هما هذوك ما جاوش حارين بزاف وما جاوش مالحين. الناس اللي كيبغيو يجيهم حارين يزيدوا الهريسه، والناس اللي كيبغيو مالحين يزيدوا الملح، يديروا تقريبا معلقه كبيره على حسب الرغبه ديالكم. صافي دات النكهه ديال الزيتون حتى هي صراحه النكهه ديال الزيتون كتجي رائعه بزاف ولذيذه. غنطلقوا ان شاء الله ملي نخرجهم من الفرن. صافي من بعد ما خرجتهم من الفران خليتهم حتى كيبردوا ليا تماما، وغنبدا بسم الله نقطع فيهم كما كتشوفوا تبارك الله. كيحافظوا على الحفرمه ديالهم ما كيتكسروا لنا حتى شي حاجه. كما كتشوفوا راه غير مشمعين راه ما طايبينش نهائيا. ما تفوتوش ليهم 5 دقائق في الفران. غناخذ بسم الله واحد السكين اللي تيكون حاد، ضروري يكون شي سكين جديد باش كيقطعهم لكم بسهوله. وغنبدا بسم الله نميل اليد ديالي بحال الطريقه تنقطعوا بها الفقاس العادي، وغنبدا بسم الله نقطع فيهم. السمك ديالهم متوسط، انا ما خليتهمش رقاق وما خليتهمش غلاط، السمك ديالهم متوسط كما كتشوفوا. كنحاولوا نقطعوا تقطيعه وحده. كما كتشوفوا معايا راه ما كتكون حتى تفرتيته، غير المهم الطريقه ديال الطي حاولوا تراقبوهم ما تخليهمش يتحمروا لكم نهائيا. المهم ملي كتقطعوا فيه ما كتحسوا بهم باقيين طريين يعني كيتقطعوا لكم بكل سهوله ما كيعذبوكمش، وحتى العجين ما كتفرتتش ليكم. فكما كتشوفوا اللي بغى يقطع بالسكين اولا بيقطع بالمقص اللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم. انا قطعت بموس هو جاني من الافضل، ارتحيت فيه وكنقطع على خاطري. غير من الافضل كما قلت لكم خذوا شي سكين اللي تيكون حاد اولا تيكون ماضي. فملي نساليهم ان شاء الله غادي نستفهم في واحد اللاطه، ما كديروش وحده فوق وحده، كديروا كل حبه بوحدها. انا طيبتهم فور اللي غازي شعلته مزيان مزيان، فكندخلهم على نار اللي كتكون مهيله بحال اللي كنطيبوا الكيك. صافي كنخليهم انا من الفوق حتى كيبانوا لي طابوا من التحت، كنعاود نقلبهم من الجهه الاخرى وكنبقى مراقباهم. الحبات اللي بانوا لي طابوا كنخرجهم من الفران. كتحاولوا ما كتحمروهمش نهائيا، غير مجرد ما كيطيبوا كتخرجوهم. المهم اللي ناكد عليه خليو النار مهيله باش كيطيبوا لكم حتى من الداخل وكيجيوكم مقرمشين، ما كيبقاوش لكم معجنين اولا كيبقاو لكم خضر من الداخل. المهم هذه كلها من اسرار النجاح ديال الفقيقسه ديال عاشوراء. بزاف ديال الناس ما كينجحوش معاهم حيت الطريقه ديال الطهي ما كيقدوهاش في الاول، ملي كانوا كيشمعوا فيهم عاوتاني في الاخر ملي كانوا كيطيبوهم في الفران. المهم انا قلت لكم جميع الاسرار باش اللي يصايبهم اول مره ان شاء الله ينجحوا معاه. وصراحه كتصاوبهم في واحد الوقت اللي وجيز، انا تقريبا شي ساعتين غير بين العجينه ديالهم والتحضير وهذه دغيا ساليتهم، ما خداوش لي وقت اللي كثير. فوريتكم حتى النكهات الاخرين اللي كنهضروا نتوما كتشوفوا. المهم الطريقه راه سهله بزاف كما قلت لكم، كنأكد عليها في اللاطه حاولوا ما ديروش وحده فوق وحده، ديروهم كاملين كل حبه بوحدها بحال كطيبوا الفقاس العادي وخليهم على نار مهيله. صافي وريتكم النكهات كاملين هنايا الشكل ديالهم كيجي زوين. نطلقوا ان شاء الله ملي نخرجوا من الفرن. صافي عمرت هاد اللاطه غادي ندخلها الفران طيب ان شاء الله ونطلقوا ملي يطيبوا. صافي ملي خرجتهم من الفرن هذا هو الشكل ديالهم تبارك الله كما كتشوفوا معايا. كيجيونا رائعين طايبين وما كنكونوا ما حارقينهمش وما محمرينهمش. نخليهم عاد تينشفوا كيشدوا في راسهم كيبانوا طابوا مزيان.
وصافي كنخرجوهم على المهم كنأكد ونعاود على النار اللي تكون مهيله، ما ترفعوش عليه من النار نهائيا باش كيطيبوا لكم حتى من الداخل. وهذا هما النكهات ديالي حطيتهم لكم في الطبيسي وحطيت لكم في دوك الطبيسلات الاخرين الفرديين. وغنقص معكم كل حبه من كل طريف ولا كل شكل عفوا، باش نوريكم الشكل ديالهم كي تيجي من الداخل. صراحه كيجيو رائعين وكيجيونا مقرمشين حتى من الداخل، كيجيو هشاشين ديك الطريقه اللي كنرملوهم في الاول. صراحه طريقه زوينه بزاف، كما كتشوف معايا كيجيو من الداخل تبارك الله كيجيو رائعين ولذاذين. نتمنى تجربوهم ان شاء الله لهاد العاشور وعواشركم مبروكه يا ربي باش ما تمنيتو ان شاء الله. واللي جربت الوصفه ديالي تكتب لي في كومونتيرات تقول لي جربتها ونجحت معايا ان شاء الله تجربوها، واللي ما عمرها صدقات لي تصدقنا ان شاء الله هالمره. وهذا الشيء كان في الوصفه ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله الفقيقسات ديال اليوم يعجبوكم، ولا بغيتو فقيقسات حلوين قولوا لي ان شاء الله نشاركهم معكم حتى هما. ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر. مع